عليكم فيديو يا جماعة مش هيقل أهمية من اللي قبليه، عشان بس الناس كلها تعرف التعب اللي احنا بنتعبه. وخلي بالك القصة دي يا جماعة، يعني أكتر من جهاز الأسبوع ده جاي لي بنفس القصة كده. بورتيكا طبعا، اللي هو اعتبر حاجة ممتازة جدا في الإنترنت وبسم الله ما شاء الله، يعني سيرفرات حاجة زي الفل. المشكلة بس الوحيدة يعني الجهاز ده كان عليه فور ايفر، وكان عليه وان شوت، وعليه نوفا. بس مشكلته دلوقتي ان الدعم بتاعه قل جدا جدا جدا، وده اللي مزعلني من الشركه دي بصراحه، هو والوان شوت. المشكله فيه دلوقتي ان انت عملت لي جهاز زي الفل وممتاز، بس بعد ما المبيعات والدنيا دي كلها الجهاز دلوقتي ما بقاش عليه دعم زي الاول. الكلام ده انا بقوله وعارف انا بتكلم بقول ايه. طيب ايه يا عم؟ طبعا المشكله اللي حصلت عندك، المشكله اللي حصلت عندي في الجهاز ده اكتر من رابع جهاز ولا خامس جهاز. الجهاز يجيني يا جماعه، العميل يجي اخر تحديث ليه تلاقي الجهاز طير الايقونات كلها بتاعه الانترنت، ما بقاش فيه اي ايقونه بتاعه الانترنت موجوده، ولا نوفا ولا وان شوت ولا اي حاجه موجوده عليه. طيب العميل يجي اخر ما يزهق خالص، وهو كمان بياخد السوفت، راح شد الفيشه بتاعته، عمل له لمبه حمراء. لمبه حمراء دي حاجه تقرف، يعني مش عايز اقول تقرف فعلا. لكن لو لود او اي حاجه غير كده يعني بنتصرف فيها من الفلاشه من بره، بنعملها سريعه، بتخش معانا وقت حتى من غير ما نحل الجهاز او نفك الجهاز. لكن دلوقتي حاولت معاه باللودر ما نفعش، حاولت معاه بالفلاشه اهي ما نفعش. تمام. المشكله دلوقتي ان انا شلت الفلاشه اهي، الفلاشه اهي يا جماعه، دي الفلاشه اهي، شلتها ونزلتها على المبرمجه وشحنتها، والحمد لله رب العالمين الجهاز رجع للجهاز اللي اتعمل تاني من جديد، بس بعد ما معاناه. فعشان كده بقول لك اي جهاز، اي حد عنده وان شوت النوعيه دي يا جماعه اللي هي 8 دبليو، اي جهاز من دولت ما تجيش عند اي تحديث جديد يا جماعه. حتى لو هو طلب منك ما تجيش عنده خالص، حتى لو طلبوا منك وخد التحديث ما سيبه يكمل وهاته، هنرجعه، هيبقى سهل علينا احنا نرجعه جدا جدا. لسه مرجعه دلوقتي في 5 دقايق، لكن لو جاب منك لمبه حمراء هيتعبك. طيب دلوقتي بصوا، شال كل حاجه اهو زي ما انتم شايفين، الايقونات شالها كلها. فانا بحاول يعتبر ان عملت الجهاز من جديد. رجعت على السوفت القديم اهو، ده سوفت القديم، ده مريحنا ما يتعبناش خالص في اي حاجه. لو اشتغلنا دلوقتي اهو، لسه انا بفعل دلوقتي عامه الحاجه، يعني بفعل الدنيا عنده، بشوف بقى دلوقتي اشتغل معانا اهوت زي الفل، مفيش اي مشكله فيه اهو، الحمد لله. بس بعد ايه يا جماعه؟ بعد معاناه. تصل هذه الكرة من زباني إلى باتشو إلى شوفالييه إلى باتشو. تمام يا جماعه، التقدم في وسط طبعا مش هينفع ان انا ايه اللمسة من الطرف الأيسر للفريق البري. اجيب الصوره عشان خاطر انتوا عارفين طبعا حقوق النشر والحاجات من دي. نحاول نغطي اهو، الحمد لله الجهاز رجع للعمل تاني من جديد وشغال معانا زي الفل من غير اي مشكله اهو. تمام. انا مش هينفع بقول لك اجيب عشان خاطر بس البيان والحاجات من دي، بيعملوا لنا حظ. اشتغل معانا الاي بي تي في زي الفل و100 100 مفيش اي مشكله. طيب القصه كلها في دلوقتي، بقول لك خد بالك جالك اي تحديث هيجي لك حاجه زي كده بالظبط. يقول لك هل تريد تحديث الجهاز؟ قول له لا، قول له يا عم مش عايز احدث ولا عايز اعمل اي حاجه خالص اهو، وخليها على الخلف على سوفت زي كده. اي تحديث اي حاجه لو انت عايز تحدث بحدث بعد كده لما نقول لك. لكن الجهاز يقول لك تحديثات والكلام ده كله، طب انا ممكن احدث اهو زي ما انا عايز، والحاجات بتاعته والدنيا كلها قدامي اهو، وشفتاته وكل حاجه موجوده. بس انا لا، انا مش عايز احدث، انا كده مرتاح، عشان لو حدثت هيحصل لي مشاكل زي ما قلت لك من السوفت وير لاخر حاجه دوت. يعني مش عايز اقول مش حلو، طينه خالص. ده برضه بقى كان تنبيه للناس كلها اللي موجوده معانا عشان تبقى عارف احنا بنعمل ايه. ادي الجهاز فكيته وعملت الشغل فيه، ارجو ما تقعش في المشكله ده والخطا ده. ده كان تنبيه هام لازم تاخد بيه وتعمله. ولو عجبك الفيديو سمعني الصلاة على النبي.